بصوا، هو مش صح ان احنا نقول ليه الراجل، بس ممكن نقول ليه بعض الرجاله بيعملوا كده. طبعا هي احتمالات كتير، بس اللي انا لاحظته متكرر قوي ان اغلب البنات، وطبعا الرجاله برضو، مش بيبقوا عارفين حجم المراحل اللي هم بيعدوا بيها. يعني ايه؟ يعني مرحله الاعجاب كام في المية من العلاقه؟ تقول لك ده 100% من العلاقه. لا، مرحله الاعجاب مرحله مهمه ولكن لا تتعدى 10% من العلاقه. بعديها بنخش في الكونكشن او التواصل، دي برضو لا تتعدى 20% من العلاقه. فبالتالي انت حكمتي ب 30% بس على ان العلاقه دي هتكمل وتبقى جواز واتعشمتي. فانت لازم تبقي عارفه وانت داخله العلاقه ان قرار انا هتجوزك او انا مش هتجوزك ده مش هيجي دلوقتي. فمش من اول يوم تلاقيه معجب، ومش كل الكلام اللي يقوله لك لازم تصدقيه، لان الوعي الجمعي عندنا بيقول ان احنا انت عاجبني وانا عاجباك، اتكلمنا يبقى هنتجوز. لا، ده مش الصح. الصح ان انت عاجبني وانا عاجباك، طب اتكلمنا توافقنا، فين الخطوه؟ هنا اقرر اتجوزه ولا لا. لكن شخص مستك معايا لازق معايا في مرحله التعارف بس، وانا مكمله معاه، لا، ما طبيعي ان اي راجل في الدنيا هيلاقي الدلع هيتدلع. فانت لازم تكوني صارمه وتدي كل مرحله وقتها، مش اكتر.